إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوفي جالين أحدث ضجة وصخبا شديدين داخل الكيان الغاصب، حيث وصفه عضو الكنيسة الإسرائيلية عوفر كثيف بأنه قرار صحيح ومتوقع، وأكد أنه لا يجوز أن يكون أي شخص أو هيئة فوق القانون الدولي وفوق قواعد العدالة والأخلاق العالمية. يشار إلى أنه في 19 من فبراير شباط الماضي فشل اليمين الإسرائيلي في عزل كثيف لتأييده دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. ووقتها أيد اقتراح قدمه نواب اليمين بالكنيسة لعزل كثيف 85 نائبا من أصل 120 بالكنيسة، ولم يحصل على الأغلبية اللازمة والتي يجب أن لا تقل عن 90 صوتا للإطاحة به. أما وزير الخارجية الإسرائيلي زعم أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي أمر فاضح، وقال: أعتزم التحدث لوزراء خارجية الدول الرائدة في جميع أنحاء العالم لحثهم على معارضة قرار المدعي العام والإعلان أنه حتى لو صدر أوامر اعتقال فإنهم لن يعتزمون تنفيذها ضد الزعماء الإسرائيليين. ومن جهته زعم بيني جانتس الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية قائلا: عقد مقارنة بين قادة دولة ديمقراطية مصممة على الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب الخسيس وبين قادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء في إشارة منه إلى حماس هو إمعان في تشويه العدالة وإفلاس أخلاقي صارخ، هذا بحسب زعمه. أما وزير المالية في الكيان الغاصب فقال إن سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوفي جالين استعراض للنفاق وكراهية اليهود. ففي وقت سابق أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان في بيان أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوف جالين وثلاثة من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب، حيث تضمنت الجرائم الإسرائيلية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتبارها جريمة حرب، والتسبب عمدا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة، والقتل العمد، وتوجيه الهجمات ضد السكان المدنيين. ولكن ورغم بيان الجنائية وما قد يتبعه من ثمن يتوجب على نتنياهو وزمرته أن يدفعوه باسم القانون الدولي، إلا أن دماء غزة ما زالت تراق على أعتاب ضمائر نامت عن الحق.